مرحبا، اليوم راح أعمل كبة رز. أول شي نقع الرز ونحطه على النار، بعدين نحط كركم وملح ون... ونحط البطاطا ونحطه على النار لما ما يستوي. بعدين من يستوي نحطه بصيني ونفجه، ومن يبرد هكذا ندوسه بإيدينا لما يصير مثل العجين ويكون ناعم كثير على بالإيدين. هوني طاوة حطينا بيها صدر دجاج مثوم ناعم، ونحط ملح لازم يستوي، وحطينا بصل مثوم ناعم ونقلبه لما ما يذبل البصل. وهون كببنا الكبة على شكل انتم تريدونه، ونجيب دست ونحط الشعرية. لازم تنحمس الشعرية كثير منيح. انحمست نحط الجزر، والجزر هم لازم يذوب يعني يستوي. لازم نبقى نقلبها حتى لا تشتعل الشعرية. هون حطينا الفخاد، فتفتناه وخليناه، وحطينا ماي بس يكون الفخاد مسلوق وملح. وهون حنقلي الكبة لازم تحطوها بيض هكذا مسح وتحطوها على النار، لازم يكون الزيت حار وتقلوها، ومن تستوي جهة لازم تقلبوها على جهة الأخ، ولازم تتكسبر. وهوني كمية الشوربة وكمية الكبة. هون لازم تكون هشة والصدر مجاج، وألف عافية عليكم. أتمنى تتابعوني، تحطون لايك.